نيرة الأحمر بترد على حقيقة إقامة النهائي بدون جمهور وإصابات بالجملة بتضرب بيراميدز قبل ماتش الزمالك وأمين عمر يرفض تحكيم القمة. أهلا بكل أسود الزمالك. تفتكروا إشاعة النهائي بدون جمهور هدفها إيه قبل الماتش المصيري قدام اتحاد العاصمة؟ قبل ما نبدأ اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وصوتنا يفضل في كل مكان. الخبر الأول، الزمالك يا جماعة بدأ الجد. الفريق انتظم النهاردة التلات في معسكر مغلق استعدادا لماتش بيراميدز يوم الخميس في المرحلة النهائية للدوري. كابتن معتمد جمال قرر يدخل معسكر بدري عشان يوفر الهدوء والتركيز للعيبة. النهاردة في التمرين على استاد الكلية الحربية الجهاز الفني خفف الأحمال البدنية شوية تحت إشراف نونو كوستا، وبدأوا يركزوا على الجمل التكتيكية والتقسيمة الفنية. معتمد جمال قعد مع اللعيبة وطالبهم بضرورة المكسب عشان نحافظ على صدارة الدوري وإسعاد الجماهير. الخبر التاني، أحمد حسام للملاعب. الخبر اللي فرحنا النهاردة هو انتظام المدافع أحمد حسام في التدريبات الجماعية بعد الشفاء تماما من إصابة الرباط. اللاعب خلص برنامجه التأهيلي وبقى جاهز، لكن المصادر في اليوم السابع بتقول إن معتمد جمال بيفضل عدم الاستعجال في الدفع بيه، وهيكون الاعتماد عليه تدريجي وغالبا هيغيب عن ماتش الخميس لحد ما يكتمل جاهزيته البدنية وحساسية الماتشات. الخبر الثالث، نيرة الأحمر توضح الحقيقة. نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة نفت تماما كل الكلام اللي اتقال إن الزمالك طلب يلعب نهائي الكونفدرالية بدون جمهور، وقالت في برنامج الكورفا سود إنها غير منوطة بالملف ده أصلا، لكن الزمالك ملتزم باللوائح ومش هيسيب حقه. وأكدت على قوة العلاقات مع الجزائر وباركت لفريق الباسكت اللي جاب الكاس في ظروف مالية صعبة، وقالت إن دي مجرد بداية للي جاي. الخبر الرابع، أزمة إصابات بيراميدز ومفاجآت جده. محمد ناجي جده مدرب بيراميدز اتكشف عن أزمة كبيرة بتضرب الفريق قبل ماتش الزمالك والأهلي. مصطفى فتحي عنده إصابة قوية ممكن تبعده عن كأس العالم، والشيبي عنده إصابة في الركبة وموقفه مش محسوم. القائمة كمان فيها الكارتي زلاكا مرعي ومحمد حمدي اللي عنده صليبي، ده غير غياب رمضان صبحي من أول الموسم. بيراميدز حرفيا بيعاني من نقص عددي كبير في القمة. الخبر الخامس، حلم الساعة الكاملة في النهائي. إدارة الزمالك استقرت رسميا على المطالبة بحضور الجماهير بالساعة الكاملة لاستاد القاهرة في ماتش إياب النهائي يوم 16 مايو قدام اتحاد العاصمة. الإدارة عارفة إن الجمهور هو صانع البهجة وهو اللي هيجيب البطولة الغالية دي، والماتش الأول هيكون في الجزائر يوم 9 مايو. الخبر السادس، مفاجأة شوبير، هاري كين وفالفيردي في الأهلي. أحمد شوبير أثار جدل كبير لما قال إن الأهلي بيفاوض هاري كين لاعب بايرن ميونخ وفيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد. شوبير أكد إنه عنده معلومات حصرية ومش هيكشف عن مصادره، وأشار إن رجل الأعمال ياسين منصور سافر ألمانيا وأسبانيا عشان يخلص الصفقات دي. طبعا في شكوك كبيرة حول واقعية الكلام ده، خصوصا إن اللعيبة مرتبطين بعقود مع أندية عالمية، لكن تصريحات شوبير خلت الوسط الرياضي كله مقلوب بين السخرية والحماس من جماهير المنافس. الخبر السابع، الكاف ونهائي الكونفدرالية. تقارير مغربية بتقول إن الاتحاد الإفريقي بدأ تحقيقات رسمية في أحداث ماتش اتحاد العاصمة وأولمبيك أسفي. اللجنة التأديبية هتجتمع يوم 23 إبريل عشان نشوف التقارير، وممكن يكون في عقوبات على اتحاد العاصمة، وده طبعا ممكن يأثر على أجواء النهائي قدام الزمالك. الخبر الثامن، مفاجآت أحمد دياب ورابطة الأندية. أحمد دياب رئيس الرابطة كشف عن مفاجآت جديدة في راعي جديد للدوري هيتم الإعلان عنه، والموسم الجاي هيشهد طفرة في المكافآت، وبطل الدوري هياخد جائزة مالية كبيرة. دياب أكد إن نظام الدوري مكمل زي ما هو لموسمين كمان، ومفيش أي تغيير في لوائح الهبوط السنة دي. الخبر التاسع، ميثاق الشرف ودعوة ممدوح عباس. شوبير وسيف زاهر اتكلموا عن اتصال ممدوح عباس بياسين منصور ودعوته لنهائي الكونفدرالية. سيف زاهر وصف ده ببداية عهد جديد وميثاق شرف بين القطبين عشان ما يزيدوش على بعض في أسعار الصفقات. شوبير انتقد التعصب اللي حصل بسبب المكالمة، وقال إنها مكالمة ودية بروتوكولية لا تستحق كل الجدل ده، وإن الروح الرياضية لازم تكون هي البراند الحقيقي. الخبر العاشر، لغز حكام القمة وأزمة أمين عمر. سهام صالح وخالد الغندور كشفوا كواليس اختيار حكام ماتش الخميس. أمين عمر طلب رسميا عدم إدارة أي ماتش للزمالك أو الأهلي عشان يركز في معسكر كأس العالم 2026. دلوقتي المفاضلة بين محمود ناجي ومحمد معروف ومحمود بسيوني، مع استبعاد طارق مجدي بسبب شكوى بيراميدز ضده.
الخبر ال11 بيزيرا في سفارة البرازيل. السفير البرازيلي استقبل خوان بيزيرا لاعب الزمالك في أجواء ودية، وأشاد بمستواه المميز، وأكد إن نماذج زي بيزيرا بتعزز الروابط بين مصر والبرازيل. ونشرت السفارة صورة البرازيلي اللي بتعكس الصورة الإيجابية للزمالك بره مصر. الخبر ال12 حسام حسن ومغامرة كأس العالم. حسام حسن كشف قدام مجلس النواب عن خطة الاحتجاج العنيف لإعداد المنتخب لكأس العالم. حسام رافض المدارس الضعيفة وعاوز احتكاك قوي مع منتخبات عالمية، وأكد إن المنتخب ماشي كويس في التصفيات، وأشاد بدور المحترفين زي صلاح ومرموش ومصطفى محمد، ووجه الشكر لهاني أبو ريدة على الدعم. في النهاية تفتكروا مين الأنسب لإدارة ماتش الخميس؟ وهل الزمالك هيقدر يحسم الدوري فعلا بالروح دي؟ مستني رأيكم في التعليقات يا أسود، وما تنسوش اللايك. كان معكم أبو شيكا من قناة أسود الزمالك، سلام.